عندي هنا حق تجهيزات الدياي. عندي هنا البهارات، بهارات مشكلة، كزبرة، كمون، هنا منقع العيش، البهارات الصحيحة، حبات ماجي، فلفل، حق الدقوس الطماط والثوم والزنجبيل والسمنة، نقول الزعفران، الملح، البصل، وراح اسوي كبدة. وعندي هني معجون الطماط بعد. الحين قاعد افوح الدياي، 5 ديايات قاعد اشيل اسفرتها. انزل السمنة اول شي واحمسها مع البصل والبهارات، بعدين انزل عليه الدياي. مثل البصل الحين مع السمنة، وبعدها انزل البهارات صحيحة، الثوم والزنجبيل والبهارات الناعمة. ما راح احمس الدياي، لا حطه كذا على جانب، صب عليه الماء الحار ويطبخ. نزلت البهارات الصحيحة، احمسهم الحين نشم ريحتهم طلعت. نزل الحين البهارات الناعمة بعد. نزلت الماء الحار، هنا ننزل البهارات الناعمة. واحط مكعب ماجي ونزل الدياي واملح. نظفت الدياي وشلت زفرته وغسلتها مرة ثانية. نزلت الحين، ملحت الحين بس، بسكر عليه واخليه 35 دقيقة ل 40 دقيقة يكون كذي خالص الدياي. دقوس بخليه دقوس كويتي رديء بدون شيء، طماط، معجون طماط، ملح، ماي حار. خليه لما يذوب الطماط، خليه على النار هذه. حق تجهيز الحشو عندي البصل، لازم البصل كمية راهية، وعندي الزبيب، وعندي الحمص المجروش، وعندي الملح، بهارات الحشو، وعندي الهيل ناعم، اللومي ناعم، ما عندي دارسين ناعم، حطيت شوية دارسين، راح اخذ نكهة الدارسين، والسمنة. هذا حق الحشو. الحمص المجروش خليه يفوح مع الماء الحار عشان يسرع لي اياه شوي، عشان يمديني اسوي الحشو. هذه حق 5 كبدة، الزيت النباتي والبصل. عندي هنا الكبدة زاهبة، تبليلها والفلفل بارد، كل شيء جاهز، بس حطها وضيف عليها الملح خلاص، بتصير أحلى كبدة. ما تاخذ لها وايد الحمسة، شوية كذي كم دقيقة بس خلاص. رش عليها رشة ليمون بعد، تطلع وش حمسة. هذا الدقوس الكويتي. هذا الطماط، نزلت المعجون طماط، ماء حار وملح بس، وخليه الحين اطبخ على راحته يذوب الطماط بس. هذا الدقوس الأصلي، شوفوا غيروا الماء عدل وخليه. حق الحشو لازم بصل كمية راحية، خليه لما يذبل البصل يغير اللون، وبعدها نزل عليه المكونات. هذا اللون المطلوب. الحين نزل مشمش والحمص المجروش والبهارات والسمنة واخلطهم. نزلت السمنة، اخلطها وياهم كذي. نزل بهارات الحين. وهذا الدياي الحين جاهز. ارشه من قول زعفران وادخله الفرن. حطيت عليه الدارسين، هذه تفتتت، هذه عشان قطعت فيها بس عادي ماكو مشكلة.
الحين حطيته بالفرن، سكر عليه كذي، اشغل الماي اللي طبخت فيه الدياي، لأن هذا هو سر طبخة مفروس الدياي. الحين بس سخن الماي شوي وكب العيش، شلت على الماي، بس عندي منقى زعفران، ملح، فلفل بارد. الحين نزلت العيش، بس راح اغير الماي، زايد الماي، شيل منه شوي بس. بعد ما نشف حطيت الفلفل، سكر عليه الحين بالقصدير، خلاص وخليه من 15 إلى 20 دقيقة يطبخ. ريحته جاهز في العيش كذي، صار جاهز. نزلت الحشو، نقع الزعفران، خليه كم دقيقة وخلاص، هو الدياي جاهز. ما شاء الله 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 ما شاء الله.